صباح الخير طلابي الجمال، عاملين ايه النهارده؟ احنا النهارده هنشتغل مع بعض درس جديد اسمه تضاريس وطننا العربي. تعالوا نتعرف مع بعض كده على التضاريس الموجوده في الوطن العربي وايه اهميتها. قال لي ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي مجموعه كبيره ومختلفه من مظاهر السطح. ايه هي مظاهر السطح؟ كنا اتكلمنا عنها قبل كده وانتوا صغيرين، وعرفتوا ان مظاهر السطح دي كانها اشكال سطح الارض. يعني الارض مش كلها نفس الشكل، في جبال، في هضاب، في تلال، في سهول، في منخفضات، وده اللي هنتكلم عليه النهارده بس في محيط الوطن العربي. طب تعالوا نشوف كده. قال لي طب احنا كبرنا شويه، هناخد بقى ازاي اتشكلت تضاريس الوطن العربي او مظاهر سطح الوطن العربي. طيب ازاي اتشكلت دي بقى؟ هنمسكها بالتفاصيل واحده واحده. قال لي عوامل تشكيل سطح الوطن العربي مقسومه اتنين، في عوامل باطنيه ودي جوه بطن الكره الارضيه عشان كده اسمها باطنيه، داخل الكره الارضيه. احنا عارفين ان بطن الارض فيه مواد منصهره، فيه معادن، فيه غازات، كل ده عمال يغلي جوه الارض، ودي العوامل اللي هتاثر على سطح الارض. طب عندي عوامل تانية، قال لي دي عوامل خارجيه، الهواء والميه والمحيط اللي حوالينا. يبقى تاني اما اجي اقول لك عوامل تشكيل سطح الوطن العربي هتقول لي عوامل باطنيه وعوامل خارجيه، عوامل باطنيه وعوامل خارجيه. طب ايه هي العوامل الباطنيه؟ قلنا تحدث في باطن الارض، والخارجيه تحدث على سطح الايه؟ الارض. طيب يلا بينا نمسك واحده واحده كده، نبدا بالعوامل الباطنيه مع بعض. متقسمه عندي ثلاثه، بقول له حركات انكساريه، حركات التوائيه، ثورانات بركانيه. انكساريه التوائيه وبركانيه، انكساريه التوائيه بركانيه. طب دي ايه قصه كل واحده فيهم؟ قال لي تعالي نشوفها مع بعض. امسك كده مسطره، عارفين المساطر اللي بتترى عندك اللي بنلعب بيها دي اللي بنضرب بيها على طول؟ جرب امسكها في ايديك واضغط عليها من الجنبين، هيحصل ايه؟ ايه ده؟ بدات تطلع لفوق كده من النص، صح؟ بدات تعمل لك شكل جبل. قال لي هو ده التواء. عارفين التعبان لما بيتلوى؟ هي نفس الفكره بالظبط. قال لي الحركات الالتوائيه اللي قدامنا دي، قال لي بتحدث او بينتج عنها سلاسل جبليه. شايفين الصوره اللي قدامكم اهي؟ قال لي بتتلوى، عشان كده التوائيه جايه شبه التعبان. يبقى عباره عن ايه؟ اما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على الحركات الالتوائيه هتقول لي تكون سلاسل جبليه، تكون سلاسل جبليه. طب والانكساريه؟ من اسمها انكسار، دي صخور صلبه قويه. جيب مسطره بقى صلبه عاديه كده وامسكها من الجنبين واكسرها، هيحصل ايه؟ قال لي ايد هتطلع لفوق والتانيه لتحت. ده اللي حصل، جزء بيرتفع وجزء بينخفض. اللي بيرتفع بيشكل جبال، واللي بينخفض بيحصل له ايه؟ قال لي بتغطيه الميه، ممكن يبقى بحر، ممكن يبقى نهر. يبقى تاني انا عندي حركات انكساريه في الصخور الصلبه. الانكساريه بتحصل في الصخور الايه؟ الصلبه. بينتج عنها، اقول لك ما نتائج الحركات الانكساريه، هتقول لي ارتفاع البعض او بعض الاجزاء من سطح الارض وانخفاض اجزاء من سطح الارض. الاجزاء المرتفعه هتكون ايه؟ هتكون جبال او هضاب. طب المنخفضه تغمرها المياه، بتغمرها الايه؟ المياه. طب ثورانات بركانيه، بركان كان في قشره ضعيفه طالعه منها بركان. طب هو ده بيأثر على سطح الارض؟ قال لي اه. انت متخيل البركان ده اول ما بيتعرض للهواء بيتجمد على شكله؟ يعني اول ما طلع، لو طلع في وسط البحر واول ما اتعرض للهواء برد، عمل لي جزيره في وسط البحر. طب طلع فوق وكان ارتفاعه كبير جدا وزاد عن 1000 متر وفجأة اتجمد فبقى جبل. طيب أخد مساحة كبيرة جدا أو مجموعة براكين طلعت في نفس الوقت واتجمدت على الشكل ده، اتحولت لهضبة. يبقى أنا عندي الثورانات البركانية بينتج عنها إيه؟ جبال وهضاب بركانية، جبال وهضاب بركانية. برافو عليكم. يبقى تاني كده أنا عندي العوامل الباطنية كام حاجة؟ 3: حركات انكسارية والتوائية، الحركات انكسارية والتوائية، والثورانات بركانية. تعالوا نشوف اللي بعدها. قال لي طب عايزين نشوف أمثلة على الكلام ده. هقول لك بس تعالى الأول أعرفك إيه المؤثرات الخارجية. زي ما قلنا كده بتظهر مظاهر سطح نتيجة عوامل باطنية وعوامل خارجية. إيه اللي ممكن يأثر علينا بره؟ حضرتك كده بتيجي في الشتاء وتلاقي بدأ يحصل لك جفاف. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي؟ قال لي ده الهواء بدأ يأثر عليك. ايه ده؟ احنا كمان بيحصل لنا تعرية؟ اه بيحصل لك تعرية. ايه التعرية دي؟ قال لي التعرية دي نحت، نقل، ارصاب. نحت، نقل، ارصاب. يعني ايه؟ بص يا سيدي، لو قال لك تعرية مائية يبقى ميه بتفتت في الصخور بتنحتها وتزقها كده قدامها وترميها في مكان تاني. صعبة؟ تاني، نحت المياه للصخور
وتنقلها بترسبها يعني بترميها. طب ده بيحصل فين؟ قال لي زي نهر النيل مثلا. انت عارف ان نهر النيل ده زمان ما كانش بيوصل لحد مصر؟ وصل لنا ازاي؟ قال لي من كتر ما هو قوي الميه، كل ما الميه تزيد تفتت الصخور وتعمل لها طريق، وتزق بقى في الصخور دي معاها طول ما هي ماشيه لحد ما ترميها قدام. رميتها فين في الاخر؟ في الدلتا. يبقى لما اجي اقول لك بالتعريه المائيه عباره عن ايه؟ نحت المياه للصخور ونقلها وارسابها. تعريه مائيه. يبقى مين اللي بينحت الصخور؟ الماء. برافو، سمعتها. وبتنقلها وبتعمل فيها ايه؟ ترسيب. طب لما ترسبها هينتج ايه؟ لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على التعريه المائيه، هتقول لي الدلتا. بس هناخد جمعها بقى عشان احنا كبار، هنقول عليها دلات الانهار. اسمها دلات الايه؟ الانهار. وشواطئ البحار. ايه ده؟ هو في شواطئ كمان ممكن تنتج؟ اقول لك البحر عمال جوه بينحت في الصخور بتاعته اللي موجوده جوه البحر، تبقى رمله تترمى على بر فتبقى شط حضرتك بتروح تلعب فيه ده طول الصيف. يبقى انا عندي تاني تعريه مائيه، نحت الرمال نحت المياه للصخور ونقلها وارسابها. طب التعريه الهوائيه قال لي نفس اللي قلته بس هقوله هوا. يعني نحت الهواء او الرياح للصخور ونقلها وارسابها. تعالى كده في الصحراء، جت عاصفه شديده خبطت في كام صخره، فتتتهم كسرتهم بقوا تراب خالص، طيرتهم معاها في الرياح وسابتهم في مكان تاني. لما هديت هيحصل ايه؟ قال لي في مكان هتقل منه الصخور وده ممكن يعمل لي منخفض مثلا، ومكان هتزيد فيه الرمله وده هيعمل لي كثبان رمليه كانه جبل كده بس من الرمله. يبقى تاني العوامل الخارجيه هواء وميه، عوامل خارجيه هواء وميه هنسميها تعريه. تعريه مائيه كانها بتعري الارض، بتشيلها من فوق الارض كده. تعريه هوائيه وتعريه مائيه. تعريه هوائيه وتعريه ايه؟ مائيه. برافو عليك.